ايه علاقة الجذب بالتأملات؟ وايه الفرق بين انواع التأملات؟ مثلا جريت انفوكيشن، قلبين توأمين، انا بس بتأمل على الصمت، انا بعمل تنفسات. هل في فرق؟ وهل انا لما اجي اتأمل ممكن كل مرة اختار نوع واعمل النوع اللي انا حاسه مريحني؟ يعني ايه الفرق؟ هو اصلا بداية عشان انا اجذب شيء لازم يكون عندي انرجي، صح؟ يعني مثلا مجازا انا لو طاقتي واحد وعايز اجذب شيء، جزء من العملية اللي انا طاقتي تبقى قوية. لو طاقتي قوية الجذب هيبقى اقوى، لا افكر فيه هيتشد لي. فانا لو طاقتي ضعيفة ولنفترض جدلا ان انا شاطر جدا في الجذب، جذبي هيبقى بطيء. لان انا لو مش شاطر قوي في الجذب، تمام، بس طاقتي عالية، حتى لو يعني مش متقن العملية قوي، احتمال كبير ان الجذب يبقى احسن. تمام. فلو طاقتك واحد وبتعملي جذب، واكيد انت بتفكري اكيد ان انت عايزه يبقى عندك فلوس اكتر، او بتفكر يعني عايزه حاجات معينه في الحياه، لو طاقتك اعلى هتشديها اكتر. ده رقم واحد. كويس. ففي تأملات كتير بتزود الطاقه. خلينا نبدأ بالتنفسات. التنفسات بتزود طاقه، حاجه اسمها البرانا. تمام. البرانا دي مهمه للصحه. كويس. ففي ثلاث انواع للطاقه: طاقه الطاقه الالهيه، طاقه البرانا، وفي حاجه اسمها طاقه الكونداليني. كويس. هنتكلم عن البرانا. البرانا مهمه جدا لصحتنا ولقدرتنا الجسديه. حلو. فدي حاجه اساسيه ومهمه. يعني انا لو بعمل قلبين توأمين وجريد انفوكيشن، ده ما يغنيش عن التنفسات. حلو. مع ان القلبين توأمين بيأثر على الصحه، بس بيأثر من جانب تاني. لان حاجه بسيطه قوي هقولها لكم يعني. الغده اللي موجوده جنب القلب، اللي هي الغده تقريبا، لو ما كنتش مخطئ عشان انا يعني بدرس متامل زيكم، الغده الزعتريه دي بشكل اساسي بتاثر في الصحه. كمان طاقيا الرئتين بينظفوا وبينقوا الدم. فانا لو قلبي مفعل، معناها ان دمي نظيف، بالطبيعي هيبقى عندي طاقه كتير وصحتي كويسه. ده على عجاله، الموضوع اكتر من كده بكتير، بس عشان يبقاش الفيديو طويل وفي نفس الوقت اوصل لكم الفكره. تمام. فالبرانه مهمه لصحه الجسم. قضيه التأمين بيأثر على الصحه بس من جانب تاني. تمام. بس مهم احنا نحاول نعمل كل يوم 7 1 7 1. واللي مش عارف يعني ايه هو 7 1 7 1، ممكن يعمل عليه سيرش هيلاقيه يعني. ده اقدر اشتغل كتير، اقدر يكون عندي طاقه برانيه كتير، وده مهم ومؤثر زي الطاقه الالهيه. طيب، التامل اللي بنعمله قلبين توأمين او جريت انفوكيشن بيزود وجود الطاقه الالهيه. تمام. جريت انفوكيشن بيزود النور والمحبه والقوه بطريقه معينه، واحنا بنشاركهم مع الارض، فبنولد جود كارم كتير او حظ جيد كتير. احنا في الحياه مفيش حد مش محتاج يبقى عنده سهولة في الحركة، عنده حظ جيد، عنده فرص أكتر. كويس. فأما إحنا بيبقى عندنا طاقة نور ومحبة وقوة أكتر، عقلنا بيبقى أقوى. حلو. فأفكارنا هتبقى أقوى، هنعمل جذب أقوى، وكمان هنقدر نشتغل في حياتنا بفعالية أكتر. يعني تخيلي كده، أنت ما عندكيش طاقة إلهية، معناها بدرجة من الدرجات إن أفكارك ما فيهاش قوة. طب ما أنت مش تقدري تتحركي كويس قوي. ان اللي بيدي قوة للفكر جزئيا، اللي انا يبقى عندي طاقة إلهية كويسة، اتصالي بربنا قوي. تمام. فالجريت انفوكيشن بيعملوا ان هو احنا بنكون أداة للنور والمحبة والقوة، يبقى نظامنا مشحون بالطاقات دي.
تمام. ده غير اللي بيعملوا التنفسات البرونيه بدرجه، ده بيركز اكتر على ده. القلبين التوأمين بيركز على التناغم في النظام الداخلي. يعني مفيش حد فيكم مثلا بيحس احيانا ان في خناقه جواه ما بين عقله وقلبه، وخناقه جواه مش عارف، في اكن في كذا شخص بيتخانق جواه. قلبين توأمين بينظم جدا الموضوع ده وبيسكنه. قلبين التوأمين بيساعدك يبقى عندك تحكم كبير على مشاعرك مع ممارسته مع الوقت، وبيساعدك ان يبقى عندك طاقة حب كتير. فطاقة الحب دي بشكل اساسي هي اللي جذابة جدا للناس، ومفيش حد مش عايز يبقى عنده جاذبية للناس، سواء بقى في علاقات، سواء في شغل، اي حاجة محتاج ناس. فانا لو ما عنديش حب في هالتي او في نظامي كتير، آه مش هيبقى عندي سهولة في التعامل مع الناس. تمام. في نفس الوقت الحب الكتير بيخلي الإنسان رايق، دماغه رايقة، ومش مش بيحصل له تريجر بالراحة بسهولة. لو بتمارس قلبين توأمين بقالك فترة طويلة، وفي بعضكم يعني بيمارسوا بقاله فترة طويلة، هيلاحظ إن هم لما بيبطلوا فترة بيتعصب أسهل. وده مش كلامي بصراحة، ده كلام مستر شوية. بيقول لو بتمارس قلبين توأمين بانتظام، هتلاحظ إن أنت حاجات صغيرة بتضايق الناس ممكن ما تضايقكش، ولو بطلته فترة لأي سبب هتلاقي نفسك مستوى ضيقك هيبقى أسرع. ففي الواقع دول غير بعض، واحنا محتاجين التلاتة. تمام. بس اقول لكم حاجة أخيرة قبل ما أخلص كلامي. لو أنا ما عنديش محبة كافية، ربنا مش هيأتمني عن القوة. فقلبين التوامين مع الوقت بيكبر الهالة والتشكرات بصورة آمنة، وبيزود القوة في نظامك بصورة آمنة، وبيفعل الكundalini الطاقة اللي أنا اتكلمت عنها بصورة آمنة. فالإنسان بيقدر يكون مشحون فيحط الفول بوتنشال بتاعه في شغله في علاقاته، فالامور تتحرك. في حين انا لو ما تاملتش خالص، ممكن تبقى حياتي مكعبله وملخبطه، في خناقه عندي مش قادر اقوم اتحرك. ف دي حاجه مهمه كتير. طيب، التنفس اللي انا بس اقعد كده وراقب افكاري، تمام، ده حاجه كويسه، ولكن هو تامل مش يعني تامل مش بقوم بيه في خدمه لحد. يعني انا لما بشارك الطاقه، اللي بيحصل ان الطاقه بتروح تخبط في هالات الناس اللي انا بتعامل معاها، طبعا بصوره ايجابيه يعني، وبترجع لي اضعاف. الطاقه بتتبادل، تفضل رايحه جايه، الطاقه بتتبادل سواء ايجابيه او سلبيه، فبالتالي احنا بنستفيد كتير. فالتامل، اللي نقعد اركز مع افكاري واركز على الصمت، ده مفيد جدا، ولكن مش نفس يعني مش نفس الطريقه اللي بيشتغل بيها التأملات التانيه. وعايز اقول لكم حاجه، لو تلاحظوا في اخر تأمل قلبين توأمين احنا بنتأمل على اوم وفي صمت. فقلبين التوأمين هو اسرع طريقه لتنظيف الهاله من الافكار والمشاعر، والوصول للصمت اللي احنا بنحاول نعمله بالتمرين التقليدي اللي احنا نراقب افكارنا. تمام. فالجريت انفوكيشن مهم، التنفس مهم، القلبين التوأمين مهم. لو عملت الحاجات دي بانتظام، هلاحظ مع الوقت ان انا انتاجيتي بتزيد وحياتي متزنه اكتر واسعد. تمام. حبيت كده انبه على الحته دي، وارجع اقول لكم في النهايه، انت بتجذب من طاقتك زي طاقتك. فلو طاقتك مستواها عالي وبقى عندك انرجي اكتر، حياتك كلها هتبقى اسهل، مش الجذب بس، على المستوى الصحي كمان. حد عنده سؤال ممكن يسيبه في الكومنتات او يبعته.